مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هالفعالية الرائعة ضمن فعاليات مؤسسة حصن الخليج للترفيه. نحن في أول مرة ولأول مرة في المملكة العربية السعودية وبالتحديد في الشرقية في عيد الفطر بالدمام لعام 1437 من الهجرة، نعيش وإياكم أجمل اللحظات والألعاب والتحديات مع الفرق المشاركة معنا من الكبار والصغار والذكور والإناث. كونوا معنا، نسعد وإياكم دوما ودائما في هذه الفعالية. معكم في التقديم عبد الله السلمي. إلى هناك. مشاهدينا الكرام، معنا أحد الأبطال اللي شاركوا معنا في التحدي القوي مع أحد الفرق. نتعرف عليك. حسن أحمد هزازي. والله والنعم أخي حسن، شرفتنا يا وجه الخير يا وجه السعد. طبعا هالفعاليات كلها تبع مؤسسة حصن الخليج الترفيهي، يعطيهم ألف عافية، وتواجدنا اليوم في الشرقية، المنطقة الشرقية لكم خصيصا. الله يسلمك يا غالي، وأنا أسعد بمشاركتي معاكم. وأنا أسعد، وأنا جاي من الرياض ما شاء الله، وجيت ولقيت الفعاليات. جاي بس ألبس أطفالي هم اللي يشتركون. تفاجأت اللي طلعت لي. بس بجد وش أحلى فعالية مرت عليك في حياتك؟ أتوقع هذه ولا؟ اي والله جد بجد بدون مجاملة. نعم، هذه أول مشاركة لي يعني، سواء هي ولا في الرياض. بس هذه صراحة استمتعت فيها أكثر من عيالي. تستاهلي وجه الخير. الله يسلمك يا غالي. شكرا جزيلا لك. الله يسلمك وأنا أسعد. طيب نبغاك تقول لحصن الخليج كذا. حصن الخليج كذا. يعطيك العافية. طبعا الأطفال لهم مكان في هالفعالية الحلوة الجميلة، ونتعرف على الأطفال اللي شاركوا معنا. اسمك؟ لينا. أهلين لينا، كيفك؟ مبسوطة مستانسة؟ ايوه. كيف الألعاب حلوة؟ ايوه ما شاء الله عليك. شو تقولين لنا الجمهور؟ تقول لهم ايش المشاهدين؟ كل عام وانتم بخير. ما شاء الله. شو اسمك يا ماما؟ انا ريهام. أهلين، ما شاء الله. كيفك؟ مبسوطة مستانسة؟ حلوة الألعاب؟ اي. لعبتي كل الألعاب؟
إيه. ما شاء الله عليك. كذلك البطل اسمي زياد. اهلين زياد، كيف الالعاب معك؟ حلوه؟ ايه. المكان حلو مره؟ تتمنى كل يوم بالطريقه هذه؟ ايه. ما شاء الله عليك. اذا الاطفال كلهم مستمتعين نبغاكم تقولوا الان حصن الخليج كذا. يلا 1 2 3 حصن الخليج كذا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معنا في هذا اللقاء الجميل يعطيها العافيه مدير هذا المشروع الكبير في مؤسسه حصن الخليج الترفيهي، الاستاذ يعطيه العافيه الغالي علينا وفي تواضعه وفي هالفعاليه الجميله الرائعه، جاسم بن محمد المنيع. اهلا وسهلا بك استاذي. الله يسلمك ويخليك وعساكم من عواده وتقبل طاعتكم، وانتم تستاهلون. هذا اقل واجب نقدمه من الكويت حق اهلنا بالسعوديه، وان شاء الله الجاي احسن. تستاهل يا ابو محمد، يعطيك العافيه وشرف لنا وتاج فوق رؤوسنا انك وجود عندنا في السعوديه، وهالفعاليه الحلوه في المنطقه الشرقيه، واول فعاليه في السعوديه طبعا، صح ولا لا؟ اول مره بالخليج كله وبالدول العربيه نفس نوعيه الالعاب، وهذه هو الهدف منها توعويه نفسيه اجتماعيه، وتخص فئات منسيه اللي هي ذوي الاحتياجات الخاصه والمعاقين والمكفوفين، وحنا مشاركة الفئات هذه مع عوائلهم وأسرهم على أساس يحسون أن بفرحة العيد يشاركون إخوانهم الأصحاء مع عائلتهم، لأن الفئات هذه وين ما بتروح الحين ما تلقى ألعاب متخصصة في يعني دمجهم بالمجتمع. فالبرنامج هذا هو أساساً لدمج الفئات هذه مع باقي المجتمع، مع إخوانهم، مع زملائهم، مع أصدقائهم، مع أولياء أمورهم. هذا الهدف من اللعبة. واللعبة الزين فيها إن تجذب الكبير، يعني إحنا نقضب الكبير قبل الصغير على أساس يقعد يكمل المنافسة ويا باقي الفرق اللي وياه. فعلا ابو محمد المشاركة ما شاء الله للجميع، للأب للأم للبنات الصغار للأولاد الصغار للشباب للجميع، فحقيقة أهنيكم على الفعالية الحلوة الجميلة. الحمد لله الحمد لله على كل خير، وسامحونا على القصور، والجاي ان شاء الله احسن، وحنا عندنا مفاجآت. إيه نبغى هالمفاجآت يا ابو محمد. وش المفاجآت القادمة خصيصا للمشاهدين المتابعين؟ المفاجآت هذه هي مفاجأة ما اقدر اقولها، فما اقدر اقول. اذا المفاجأة تبقى مفاجأة باذن الله نشوفها على ارض الواقع. ويعطيك العافية ابو محمد وتشرف فيك، الله يعطيك العافية. الله يسلمك. ما زلنا متواصلين مع الابداع والامتاع، ودائما نقول حصن الخليج كذا. يلا ابو محمد حصن الخليج كذا.